مرحبا بالجميع، معكم روميتو. شوفوا هون، خليها هون، سويت لكم ادخلوا على القناة تلاقوا في هاي تجميعة الفيديوز اللي بنحكي فيها عن المتلازمات النادرة. فاليوم رح نحكي عن متلازمة من المتلازمات النادرة اسمها كونيس سيندروم أو كون موكس سيندروم. هي حالة نادرة تحدث عندما يتعرض الشخص المصاب بتحسس مناعي لمواد مثل الأدوية أو المواد الغذائية لتفاقم أعراض تضيق الشرايين التاجية في القلب، ويمكن أن تسبب هذه الحالة في أعراض مثل ألم الصدر، نغزات صدرية وانخفاض ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. علاج متلازمة كون. علاج هاي المتلازمة بيتم توجيهه لعلاج الحالة الأساسية اللي تتسبب في النوبة، وقد تشمل الإجراءات التالية. أولاً، العلاج الدوائي بيشمل استخدام مضادات الهيستامين لتخفيف الأعراض التحسسية ومضادات التجلط في حالة وجود انسداد في الشرايين التاجية. مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية NSAID إذا كانت مسببة للتفاقم. الإسعافات الأولية بيتم التعامل مع الحالة كنوبة قلبية محتملة، ويشمل ذلك مراقبة القلب واستخدام الأكسجين والأدوية لتحسين التروية القلبية والتحكم في ضغط الدم. الوقاية المستقبلية: يجب تجنب أي مسبب محتمل معروف لتفاقم الحالة، سواء كانت أدوية محددة أو أغذية.